مرحبا جميعا، نأمل أن تكونوا بخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر اللايك. اليوم سنتحدث عن الأخبار التي تدور حول انتقال مبابي وهالاند إلى ريال مدريد. اتخذ مجلس إدارة ريال مدريد قرارا عاجلا بشأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي. وارتبط اللاعبان عبر الكثير من التقارير الصحفية بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل. ووفقا لإذاعة كادينا سير، فقد قرر ريال مدريد منع طباعة اسم مبابي أو هالاند للمشجعين على قمصان الميرنجي في المتاجر الرسمية للنادي. واتخذ ريال مدريد هذا القرار بداعي الاحترام، لأن اللاعبين لا ينتميان إلى الميرنجي في الوقت الحالي. وأشارت إلى أنه يسمح للمشجعين فقط بطباعة اسم مبابي أو هالاند إذا تمكن شخص ما من إثبات أن هذا اسمه الحقيقي في الهوية الشخصية. وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بينما ذكرت التقارير بأن لدى هالاند شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في صيف 2024. والذي قد يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد هو عند سؤال أحد الصحفيين له بشأن الانتقال إلى النادي الملكي، وكانت هذه ردة فعله: